انا ما قدمت شي لفلسطين، بس معلم اللي مقدمه لفلسطين واللي لهلأ بعده عم بيقدمه لفلسطين واللي راح يضل يقدمه لفلسطين، لا انت ولا معلمينك ولا فصائلك ولا الكون كله بيقدر يقدم 1% من اللي مقدمه الرئيس الأسد لفلسطين. اليوم بدل ما تكله كش كسر له اجره، بدل ما تكتب على الصواريخ إلى أطفال قرداحة اشخاط الاسم فقط واكتب إلى أطفال إسرائيل. اللي قدر يدخل مئات ألاف المرتزقة ليقاتلوا الدولة السورية والشعب السوري، بظن في يدخل على فلسطين المحتلة ويقاتل مع المقاومة الفلسطينية. بظن تقدروا تعملوها. إذا ما قادرين تروحوا على فلسطين أو تضربوا على فلسطين من الشمال، فيكم تتصلوا بالمرتزقة تبعكم بدرعا أو المخربين المندسين بالسويداء يكسفوا على الجولان. مظبوط ولا لا؟ فلا تقول اقصفوا واعملوا وتعطي اوامر انت وقاعد بحضن امك بالشمال. اللي قدر يدخل مرتزقة ما راح تسحب عليه يفوت على فلسطين. قدموا 1% من اللي عم بيقدمه الرئيس بشار الاسد لفلسطين. تمام؟ وبعدها اطلع وعوي واعطينا مواعظك. ما تكسب قلب العالم بالعاطفة. هيدي العالم اللي عم تكسبها انت بالعاطفة، هيدي اعمارها 15 16 سنة ما عرفين الله وين حاططها. اما العقلاء لا ردين عليك ولا شيء. فاذا حاب تروح على فلسطين صدقني ما حدا كامشك. اذا حاب تروح تساعد الاخوة المقاومين بفلسطين انت وفصائلك ما حدا كامشكن. لا الدولة السورية كامشتك ولا الجيش السوري كامشك. من هلا احمل حالك وروح. هاي درعا موجودة وهي سويتاء موجودة وادخلوا من هنيك على فلسطين. تقدروا. لا تحط الحجة انه النظام بيكمشك او الجيش السوري. خد وعد ما حدا بيكمشك. انت صف النية، صف النية وروح على فلسطين وصدقني ما حدا رح يكمشك. لا تطلع تعطي مواعظ. قول لمعلمينك قدموا 1% من اللي مقدمه الرئيس الأسد لفلسطين واللي بعده عم بيقدمه. وهلأ أنا عم ببعت الفيديو والرئيس الأسد عم بيدعم المقاومين. ما ضروري يطلع الأسد ويقول أنا شو عم بعمل أو هو شو عم بيعمل لفلسطين. اسأل المقاومة بفلسطين بتقلك. شوف تصريحات المقاومة أول ما بلش عملية طوفان الأقصى مين شكر، وقالوا الشكر إلى سوريا وإلى رئيس سوريا الرئيس بشار الأسد. ما ذكروا جميل الحسن ولا ذكروا هذا القزم الثاني اللي بضل معك ولا ذكروا فصائلك. حيوا وشكروا الرئيس بشار الأسد على الدعم السياسي والشعبوي وتقديم السلاح وتسهيل السلاح والتدريبات للمقاومة الفلسطينية. هيك عمل رئيسي. فرجينا شو عاملين فصائلك. انت وفصائلك كتبتوا الى اطفال قرداحة، وإسرائيل عم تكتب على صواريخها إلى أطفال سوريا وإلى الدولة السورية. فأنتوا وإسرائيل صدقوني واحد. يعني اللي بيضرب عليكم وبيضرب على إسرائيل عم يضرب على نفس الهدف. الضرب عليكم وعلى إسرائيل نفس الهدف، ما في فرق. فإذا أنت حابب هاي فلسطين مفتوحة بوابة الله معك، روح أنت وفصائلك أو ساعدوا المقاومة مثل ما عم بيساعدها الرئيس الأسد. مو مشكلة. تمام؟ هيدا المواعظ خليها إلك وللأطفال اللي معك. يلا أحد.